الحال هنا لا يسر الصديق ولا يبعث الأمل بإصلاح الحال. الواقع المرير هذا جعل المنطقة أشبه بالعشوائيات. الإقراعات، تلك المنطقة العريقة التي تعد محط رحال الزائرين، باتت منكوبة بشكل واضح. الناس هنا لم يجدوا سبيلا آخر سوى تنظيم وقفة احتجاجية لعل أصواتهم هذه المرة تصل إلى الجهات المعنية. الخدمات الموجودة في المنطقة نتيجة مشروع المجاري أهلك المنطقة، بحيث أنه ممشى رجل ما يقدر يمشي الإنسان. اليوم يريد الزائر من يجي يزور باب الحوائج يريد له أرضية خصبة، إذا هو الشوارع كلها محفرة وطسات وما بها فد مجال أنه ممشى يمشي، مو سيارة. السيارة سياراتنا كلها راحت اتدمرت بسبب المجاري. اللي يريده من الجهات المسؤولة من أعلى المستويات، من دولة رئيس الوزراء إلى أدنى المستويات، أن يهتمون بهذه المنطقة. لا يطالب الأهالي بأشياء مكلفة أو طلبات تعجيزية، جل ما يبحثون عنه هو عيش كريم، فالماء والكهرباء والخدمات تعد من أبسط المتطلبات. لكن الأمر في العراق يحتاج إلى موافقات وكتب رسمية، والكارثة في نهاية المطاف يتم التجاهل من قبل المعنيين بذلك. نريد احنا اول ناس ضحينا، اول ناس انطينا شهداء، اول ناس كلها تعير بينا، يقول القريعات العوجه يسمونا، واحنا يا عوجه احنا مع الاسف احنا المنطقه اكثر شيء متاذايه، وطلبنا منك موافقات. جيت للجسير ما جيت للقريعات، والقريعات كانت تتنيك. جيت للبلديه مال الأعظمية ولا واحد جاء من القريعات، ولا احد استدعيت احد. شنو القريعات اريد افتهم؟ الا اكو شيء بيناتنا احنا حاضرين، احنا القراعات اول شيء هي التضحي. حناجر الساكنين هنا تصدح منذ سنوات على امل اصلاح منطقتهم، لكن الاهمال كان سيد الموقف، فالخدمات المترديه جعلتهم يفتقدون الى ابرز ابجديات المعيشه. سنوات عديدة ومنطقة القريعات تعاني سوء الخدمات التي تعد واحدة من متطلبات المواطن البسيطة. من بغداد، شهد ثامر، عراق الحدث.